السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنشرح إن شاء الله برنامج أكسس للصف السادس الثانوي التجاري. الناس تركز معانا إن شاء الله، دي أول الشروحات. النهارده هنتكلم عن الوظائف البرنامج كلها واستخداماتها والمطالب اللي بتيجي في الامتحانات اللي هي المهمة جدا جدا جدا. إن شاء الله الشرح هيعجبكم وتركزوا معانا. طبعا بيجيلنا في الامتحان كده بيجيلنا سؤال. السؤال الأولاني: مطلوب منك تنفيذ الآتي بناء على دراستك. بيجيلك جدول شبه ده كده وتحتها مطالب، يا اما 4 مطالب او 5 مطالب على حسب ما هو بيختار، وساعات بيجي 3. اللي انا بركز فيه دلوقتي ان انا ازاي اصلا افتح قاعدة البيانات وابدأ اشتغل على الجدول زي ده واحل المطلوب واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. عفوا. اول حاجة بعمل كليك يمين واختار منها نيو واختار منها مايكروسوفت اكسس اللي هو تالت اختيار ده. دي الطريقة اللي هي منتشرة في كل المتصفحات او كل النسخ اللي هي السهلة بالنسبة لنا. في طريقة تانية اللي هي عن طريق ستارت، وابدأ اخش على البرنامج اللي انا دي بالنسبة للنسخة اللي هي نسخة 10، بس انتوا عندكم مثلا نسخة اللي هي النسخة اللي عندكم في المادة 8.1/10. فاحنا بنشتغل على الاسهل اللي هي كليك يمين ونيو واختار منها مايكروسوفت اكسس. هفتح البرنامج كده. ده الملخص للامتحان، يعني ده الامتحان بالظبط زي ما بيجي بالنص كده قدامنا. لما بيجي يظهرنا كده بيظهرنا بالشكل ده. كل مطلوب مننا ان احنا هنفتح قاعدة بيانات جديدة، هضغط على فايل واختار منها نيو. كده انا قدامي قاعدة البيانات اللي انا هشتغل عليها. هاجي ابص على السؤال بتاعي. مطلوب انشاء قاعدة بيانات جديدة للموظفين. انا هعمل قاعدة بيانات باسم الموظفين. تمام كده؟ يبقى هنا هكتب اسم الموظفين. تمام. بعد ما خلصت كلمة الموظفين هعمل كرييت عشان انشئ القاعدة اللي انا عملتها. كرييت كده انا قدامي البرنامج بدأ يفتح معايا اهوت. مطلوب مني ان انا اعمل الجدول ده. هعمله ازاي؟ كل اللي انا هعمله هضغط على، شايفين القلم ده، هضغط على فيو واختار ديزاين فيو. احنا هنشتغل بطريقة الديزاين. هضغط على كده، او ان انا اضغط على القلم على طول مرة واحدة واكتب اسم الجدول هنا. لو هو جايب لي في السؤال، لو هنا جايب لي السؤال مثلا وليكن بيانات الموظفين، الجدول باسم بيانات الموظفين، هكتب هنا بيانات الموظفين. طب ممكن نسيبها فاضية ونسيبها تيبل 1 زي ما مكتوبة، مش مشكلة، واضغط اوكي. تمام. في عندنا حوالي هنا دي الحقول الفيلد نيم اهيت، والداتا تايب اللي هي نوع الداتا اللي انت هتشتغل عليها. مفضل ان احنا نسيب اول حقل ده زي ما هو كده اي دي، او نخليها مثلا مسلسل ميم، ونخش على الخانة اللي بعدها على طول. الخانة اللي بعدها عندنا هنا جاي لي كود الموظف، واكتب الخانة اللي بعدها اسم الموظف، واكتب اللي بعدها الفرع، واكتب اللي بعدها المرتب، واكتب اللي بعدها الانتقالات، واكتب بعدها الضرايب. تمام. يبقى هنا هكتب هنا كود الموظف. تمام. وانا عشان اكتب كود الموظف ده، الكود ده مش رقم، هضغط على هنا نعرف ايه الاختيارات اللي احنا بنشتغل عليها. بنشتغل على تكست، وبنشتغل على نمبر، ونشتغل على دات اند تايم، ونشتغل على كرنسي. دي اكتر حاجات بتيجي. طب ايه دول اصلا؟ تكست لو هكتب نص، يعني مثلا بكتب اسماء طلاب، اسماء مدارس، اسم، يعني هكتب اسم. وليكن في الجدول ده فين الاسماء في دولت؟ هتقول لي اسماء الموظفين وافرع، دي كده اسماء، يبقى دي هختارهم تكست. الكود ده مش رقم، هخليه نمبر. المرتب ده مش فلوس، يبقى كرنسي، عملة. الانتقالات دي مش هتدفع فلوس برضه، 760 جنيه، يبقى كرنسي برضه. الضرايب دي مش فلوس، يبقى برضه كرنسي. يبقى دول كده كرنسي، ودول تكست، وده نمبر. يبقى انت لو لاحظت هتلاقي معظم قواعد البيانات بتبقى الاختيارات تكست، بتبقى نمبر في الكود في الارقام، وفي الاسماء تكست، وفي الفلوس كرنسي. ودول اكتر 3 حاجات بتستخدمهم في الشغل بتاعك. تمام. اسم الموظف هيبقى تكست، اكتب اسم الموظف، وطبعا ده هيبقى تكست زي ما هو جايبهولي كده. الخانة اللي بعدها الخانة اللي بعدها عندك اللي هو
الفرع والمرتب والانتقالات. الفرع عندنا ده برضو هيبقى تكست، والمرتب هيبقى فلوس، يبقى انا اخش هنا بقى اختار كرنسي، والانتقالات ده برضو فلوس يبقى خليها برضو كرنسي، والاخيرة اللي هي الاخيرة هتبقى ايه؟ ضرايب، هنخليها برضو ضرايب برضو هنخليها كرنسي. تمام كده احنا عملنا البيانات في الجدول زي ما هي موجودة بالظبط. مطلوب مني دلوقتي ان انا اكتب الارقام او اكتب البيانات اللي هي الجدول اللي تحتها، اللي هي مثلا 15001 15002. هعملها ازاي دي؟ طبعا كل دوري ان انا هقف كده، شايفين اللي هي الفيو ده اللي هو الجدول ده، ممكن اختار فيو، اختار منها داتا شيت فيو، ولو انا نسيت هضغط على الجدول على طول مرة واحدة واتك يس، كده هيفتح لي الجدول اهو. هكتب بعد كده زي ما هو الجدول مكتوب 15001 لحد 7 اهو ورا بعض كده، 15 0 2 15 0 3 15 0 4 15 0 5. تمام كده احنا عملنا الاولانية. اسماء الموظفين، اسماء الموظفين ماجدة وايمان وسامح. ماجدة هحطونا عشان منضيعش وقت، بس ماجدة ايمان سامح. الخانة اللي بعدها هالة ومحمود ونادية. هالة ومحمود ونادية وفاتن. تمام. الفروع الجيزة، فيوم، قاهرة، جيزة. الجيزة، الفيوم، والقاهرة، والجيزة. تمام. الفرع اللي بعد كده عندك فيوم، قاهرة، جيزة. الفيوم والقاهرة، واخر واحدة اللي هي الجيزة. المرتب 2600 2800 2600 2800 4500 4500 2300 2300 1400 1400 1400 2900 2800. تمام. الانتقالات عندنا هنا انتقالات 760 230 760 230. وبكده احنا خلصنا الجدول زي ما انتم شايفين كده. هبدأ ان انا احل المطالب بطريقة سهلة وبسيطة. هبدأ ابص على المطلوب مطلوب وابدأ اشتغل عليه بسهولة جدا، والموضوع بسيط. اول حاجة هنبص عليها هنا المطلوب الاولاني، مطلوب انشاء قاعدة بيانات جديدة للموظفين. كده احنا عملنا قاعدة البيانات اللي هي باسم الموظفين وخلصنا منها، وكده كتبنا الجدول الاولاني اللي هو احنا هنشتغل عليه بيانات الموظفين. تمام. بعد كده هنبص على المطلوب اللي بعده، مطلوب انشاء استعلام يظهر بيانات الموظف التي تزيد مرتبه عن 2500 جنيه ومن محافظة الجيزة فقط. فكل مطلوب مني ان انا اعمل استعلام. الاستعلام ده بيتعمل ازاي؟ انا واقف في البرنامج اهوت، هضغط على كرييت واختار منها كواير ديزاين اللي هو ده اول مطلوب بيجيلك في الامتحان وتركز عليه، اللي هو جنب الفورم على طول. يبقى كواير ديزاين ده اول مطلوب بيجيلك في الامتحان، هضغط عليه. ومن هنا هختار اسم الجدول اللي احنا شغالين عليه. احنا شغالين على بيانات الموظفين. هعمل اد واتك على الكلوز او الانهاء واضغط ضغطتين على كل واحد عشان بحيث ان هو ينزل لي هنا، او اسحبه كده وانزله. شوف انت عايز تعمله براحتك.
ضغطتين او تسحب. المرتب انتقالات وضرائب. كده احنا ضفنا بيانات الجداول او الجدول كلها ورا بعضها. المطلوب اللي هو عليه الدور هو قال لك عايز يعمل ايه؟ بيانات الموظف اللي بيزيد مرتبه. فالمرتب اهوت اللي بعد الافرع على طول عن 2500 جنيه. فالمرتبات هنا اهي تحت علامة الصح على طول هعمل شيفت ودال كده اكبر من 2500 جنيه. تمام. محافظة الجيزة. واقفة في خانة الايه؟ الفروع الافرع. يبقى اروح عند خانة الافرع، فانا خانة الافرع اهيت وتحت علامة الصح برضو واكتب الجيزة بحيث ان اللي يظهر بتوع الجيزة فقط في الايه؟ في الامتحان. كده اكبر من، لما تلاقي السهم باصص للرقم كده اعرف اكبر من. لو اصغر من هيعمل شيفت جيم هتلاقي اصغر من باصة الناحية التانية. يبقى كده اكبر من 2000 وكام و2500. كده احنا خلصنا الاستعلام. مطلوب بس مننا ان احنا ننفذ الاستعلام ده عن طريق الاداة رن. كده يبقى احنا كل ظهر معانا اللي فوق 2500 جنيه اهوت هما اللي ظاهرين معانا وهما في افرع الجيزة. بعد ما بخلص كل مطلوب منساش ان انا احفظ. اتك على اداة سيف عشان ينزل معايا في خانات الحفظ اللي هنا. اتك اوكي هتنزل معايا في خانة الايه؟ الحفظ. كده احنا عندنا جدول وعندنا استعلام. خش على المطلوب اللي بعده. المطلوب اللي بعده عندنا هنا مطلوب منك انشاء عرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرد التصاعدي على اساس حقل الضرائب. عايز حقل الايه؟ الضرائب. انا هعمل ازاي عرض وتقرير مصدره الاستعلام السابق؟ كل دوري ان انا هقف في الاستعلام اللي انا عملته ده وهعمل كرييت، وهو هنا عايزني اعمل تقرير معالج اللي هو ريبورت ويزارد. ريبورت ايه؟ ويزارد. تمام. ضغطنا على ريبورت ويزارد. هنقل كل الجدول الناحية التانية. هتك على السهمين هينقل كل الجدول الناحية التانية. لو انا حددت حاجة معينة، لو هو اللي عايز الاسم وعايز الفرع وعايز المرتب هتك على السهم اقف عليه واحدد واتك على سهم لوحده. لو عايزني عفوا هنقل كله هتك على السهمين وهو كده كله هيروح الناحية التانية. هعمل نيكست واعمل نيكست مرة تانية واتك هنا على الاختيار هنا واختار الفرع اللي هو قال لي عليه في السؤال. وقال لك هنا عايز مين؟ عايز مطلوب انشاء عرض وتقرير مصدره الاستعلام السابق. احنا وقفنا في الاستعلام وعملنا عايز نعمل فرد تصاعدي على اساس حقل الضرائب. يبقى انا هختار هنا حقل الضرائب. تمام. هو عايز تصاعدي يبقى اللي هو اكسيدنج اللي هو ده. لو هو عايز تنازلي هتك كده يبقى ديكسيدنج. يبقى اكسيدنج هو التصاعدي وديكسيدنج هو التنازلي واتك على اداة فينيش. كده هو عمل التقرير المعالج وكده اتك على كلوز برنت فيو وكده يبقى هو عمل لي اختيار التقرير المعالج. كده تم بنجاح. كل دورنا ان احنا نبص على المطلوب اللي بعده. المطلوب اللي بعده هنا قم بانشاء نموذج لعرض الجدول يحتوي على الازرار التالية: زر تشغيل الاستعلام وزر عرض التقرير. سهل جدا. عشان اعمل نموذج يبقى لازم ان انا العرض الجدول يعني لازم ان انا اقف في الجدول ببص على اللي هو عايزني يتكلم عنها. يعني هو اول حاجه قال لي مطلوب انشاء استعلام يظهر بيانات الموظف. يبقى انا كده وقفت في الجدول عملت كرييت وكوير ديزاين. لما قال لي انشاء عرض تقرير مصدره الاستعلام السابق وقفت في الاستعلام وعملت كرييت وعملت ريبورت ويزارد. في النموذج لعرض الجدول يبقى انا هقف في الجدول اهو. هنا انا كنت واقف هنا هقف في الجدول هنا واعمل كرييت واختار فورم عشان اعمل نموذج وابدا احط الزراير. هنا هحطها ازاي؟ تك على الاكسات ديت اللي هي البوتون وتك تك تحت هنا كده وابدا اشوف المطلوب اللي طالب مني. مطلوب انشاء زر تشغيل الاستعلام. زر تشغيل الاستعلام ده اللي هو اخر اختيار. هختار منها ران كوايري وتك نيكست. مفيش غير استعلام واحد بس اللي احنا عاملينه اللي هو كوايري 1 هو اللي ظهر معانا وتك فينيش. كده دوت زر تشغيل الاستعلام. لو انا دلوقتي عايز اعمل
ظهر لنا مشكلة، شوف المشكلة دلوقتي هحلها كمان شوية، بس هخلص الأول الشرح الأولاني النهاردة. آخر مطلوب إنشاء وتشغيل ماكرو يفتح النموذج السابق. طبعا النموذج المفروض إن احنا نحفظه الأول. كده احنا حفظنا النموذج اهوت. أنا عايز دلوقتي أعمل ماكرو، هضغط على كرييت برضو، كل الحل من كرييت، واختار ماكرو، واختار هنا اوبن فورم. شو بيقول لي عايز اعمل ماكرو للنموذج، يختار اوبن فورم، واختار السهم الاولاني، واختار اول اختيار ظهر معايا اللي هو بيانات الموظفين. وبكده انا عملت الماكرو. مطلوب مني ان انا احفظ الاول الماكرو، بعد كده اشغل، عشان اول ما تضغط على ران هتيجي هنا عند بيانات الموظفين. ران اهوت هتلاقيه راح عند بيانات الموظفين ان هو فتح كده الماكرو. كده ده المطلوب اللي هو الاخير مني. مطلوب انشاء وتشغيل الماكرو يقوم بفتح النموذج السابق. يبقى احنا عم انشأناه ولا انشأنا التكين على ران، فهو شغل الماكرو السابق، شغل فتح النموذج السابق. وبكده احنا شرحنا الدرس الاولاني او الامتحان الاولاني. الامتحان ده فيه اسئله كتير جدا في الامتحان. تابعوا الشرح اللي جاي. ما تنساش تشترك في القناه وعلق لو انت في مشكله عندك في اي شرح احنا قلناه. وفي شروحات قديمه للسنه اللي فاتت وبالامتحان بتاع السنه اللي فاتت اللي هو الجدولين. تابع الشروحات القديمه واعمل لايك للفيديو ده، وان شاء الله تابعنا، هننزل كل جديد هيعجبكم في القناه. واتمنى يكون الشرح عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله.